دلوقتي البنوك بقت تجذب العملاء ليها بكل الطرق. انت متخيل ان في بنوك دلوقتي بتقدم شهادات بعائد يومي، يعني كل يوم في مكسب، وفي بنوك تانية بتقدم شهادات بعائد 100%. بس ايه تفاصيل الشهادات دي، ومين البنوك اللي بتقدمها، وايه اعلى شهادة تستثمر فيها؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. الناس دلوقتي بقت عايزة تحافظ على فلوسها وتكسب منها كمان من غير ما تدخل في مغامرات أو خسارة، وده اللي بتوفره شهادات الادخار. بس وسط كل الشهادات الموجودة، الكل بيسأل ايه أعلى شهادة موجودة في السوق؟ خلينا الأول نبدأ بشهادة البنك الأهلي المصري بعائد 17% ثابت، ودي أكتر شهادة الناس بتجري عليها. مدتها 3 سنين والعائد ثابت 17% كل سنة، وبيدفع لك شهري في حسابك. ودلوقتي تقدر تشتريها من أول 1000 جنيه ومضاعفاتها، وكمان تقدر تقترض لحد 90% من قيمتها لو احتجت سيولة. ولو عايز تكسرها وتسحب فلوسك تقدر تعمل كده بعد 6 شهور من يوم الشراء. ندخل بعد كده على بنك القاهرة اللي بيقدم شهادات ثلاثية مدتها برضو 3 سنين، العائد فيها بيتراوح من 16 ل 17% شهري. تقدر تبدأ من أول 10,000 جنيه لحد مليون جنيه، وكمان تقدر تصدر الشهادة للقُصّر أو حتى على حساب مشترك بينك وبين حد تاني. ولو احتجت فلوسك تقدر تستردها بعد 6 شهور جزئي أو كلي حسب ما تحب. الميزة الكبيرة هنا إن البنك مرن جدا، يعني سواء عايز تحط الشهادة باسم ابنك أو عايز تسهيلات ائتمانية كله متاح. يعني مش بس شهادة، ده استثمار على مزاجك. نروح بقى لشهادة ابن مصر اللي عملت ضجة أول ما طلعت، ودي مدتها 3 سنين بس العائد فيها متناقص، يعني السنة الأولى 20.5%، السنة الثانية 17%، السنة الثالثة 13.5%. وده مناسب جدا للي عايز يستفيد بعائد عالي في أول سنة، خصوصا الناس اللي عايزة تدخل دخل كبير أول ما تبدأ. أما الجديد اللي الناس كلها بتتكلم عنه اليومين دول شهادة يوماتي من بنك مصر، دي بقى حاجة مختلفة خالص. العائد فيها بيدفع كل يوم، يعني حرفيا كل يوم حسابك بيزيد. العائد السنوي 20.75%، وده متغير، يعني ممكن يزيد أو يقل شوية حسب السوق. تقدر تشتريها من أول 1000 جنيه ومدة الشهادة 3 سنين، وتقدر كمان تسحبها بعد 6 شهور لو احتجت، بس في خصم بسيط من العائد حسب السنة اللي كسرت فيها الشهادة. في أول سنة خصم 3%، والتانية خصم 2%، والسنة الثالثة خصم 1%. الميزة الكبيرة في يوماتي إنك بتحس إن فلوسك شغالة طول الوقت، كل يوم العائد بينزل في حسابك كأنك بتقبض مرتب يومي. الشهادة مناسبة جدا لأي حد عايز سيولة مستمرة ودخل متجدد. نروح بقى لشهادات البنك التجاري الدولي CIB، وده بيقدم شهادة مدتها 3 سنين بعائد متغير حسب سعر الفايدة في البنك المركزي، ودلوقتي العائد حوالي 18.25%، وبيدفع يومي كمان، يعني شبه شهادة يوماتي بس بشكل مختلف. وبرضه تقدر تكسرها بعد 6 شهور، وبتشتريها ب1000 جنيه، ودي مناسبة للناس اللي عندها حس استثماري وبتتابع السوق، لأن العائد ممكن يعلى لو الفايدة زادت. وأخيرا نروح للبنك العربي الإفريقي وشهادته الرباعية بالعائد التراكمي، ودي بقى فكرة مختلفة تماما. مدتها 4 سنين والعائد فيها تراكمي، يعني ما بتاخدش فلوس كل شهر، لا بتاخدها كلها في الآخر مرة واحدة بعد ال4 سنين. بس العائد الكلي بيوصل ل 100%، يعني كأنك حطيت 100,000 بعد 4 سنين هتستلم 200,000 تقريبا، وده لأن الفايدة السنوية فيها حوالي 18.92%. بس خلي بالك ده مش للي محتاج دخل شهري، ده للي عايز يحوش ويكسب مبلغ كبير في النهاية. ودلوقتي قول لنا ايه أحسن شهادة استثمار تستثمر فيها فلوسك؟